السنة دي نزل فيها كذا فيلم، فيلم حلو، فيلم وِحِش، فيلم عادي زي كل سنة يعني، بس أكتر فيلمين كان عليهم hype ورَد فعل من الناس هم Sinners وF1 وحرفيًا دول الفيلمين اللي أغلب الناس قالت إن هم أحلى أفلام السنة، وأنا جيت النهارده أنهي النقاش ده وأقول لك مين أحلى فيلم في السنة Sinners والّا F1. إزيك يا حبيبي أخوك عامل إيه؟ كويس؟ أنا كويس، أتمنى أنت تكون كويس. قبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش تعمل لي سبسكرايب ولايك وكومنت تكتب لي فيه رأيك، أنا بصراحة بانسى أقول الموضوع ده كل أول حلقة باقوله في آخر الحلقة، فما حدش بيعمل لي سبسكرايب، فاعمل لي سبسكرايب يعني خليك جدع. الأول هنتكلم عن كل فيلم لوحده، ناخد عنه زي ريفيو مصغر كده، ونتكلم ليه الفيلم ده أخد هايب. ونبدأ بسينرز، فيلمنا بيحكي عن اتنين توأم ستاك وسموك اللي كانوا بيشتغلوا في شيكاغو، وبيرجعوا بلدهم الأصل عشان يفتحوا حاجة كده زي نايت كلاب للسود. هتقولي ليه للسود؟ هقول لك عشان الفيلم بيحكي في سنة 1932، كان السود حرفيا مفشوخين مضطهدين بشكل مش طبيعي، وبياخدوا معاهم ابن عمهم سامي اللي بيعزف نوع مزيكا مميز جدا اسمه البلوز. بس الليلة دي كانت مختلفة جدا عن أي ليلة قضاها التوأم في حياتهم الإجرامية عشان بيقابلوا فيها فامبايرز. الفيلم عجبني فشخ يا جدعان، وعجبني أكتر الجانر اللي الفيلم حط فيها نفسه. الفيلم ممكن يتصنف رعب أكشن موسيقي، وحقيقي انا ما شفتش افلام من النوعيه دي كتير، او ما شفتش افلام من النوعيه دي اصلا. فكره الفيلم واحداثه اتنفذت بشكل حلو جدا 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 وابهرتني. وكمان الفيلم اخراجيا جامد قوي يا جدعان للمخرج ران كوبيا اللي عمل شغل ورؤيه بجد مميزين جدا، وعمل حبه كادرات اوف يعني انا حاطط واحده منهم كفر للشانل هنا. التمثيل كان مميز من كل الناس، بس اكتر حد عجبني هو مايكل بي جوردن. الراجل عامل دورين وعاملهم حلو، وعامل مجهود بدني وحركي مميز قوي، وعامل مشاهد مؤثره. فانت محتاج منه اكتر من كده يعني يتشقلب، الراجل يتشقلب يعني، ما كفايه ان هو اسود. المزيكا البلوز والاغاني اللي في الفيلم مبهرين وجداد فشخ على ودني، انا اول مره اسمعهم، وكانت من احلى عوامل الفيلم يا جدعان. المزيكا في الفيلم بجد حلوه حلاوه مش طبيعيه. الفيلم اخد اول ساعه يبني لك الشخصيات ويبني لك العالم ويعرفك عن كل شخصيه، ويعرفك عن الفامبايرز اللي في الفيلم. بعد كده الساعه التانيه بتبقى مليئه بالاكشن والملحميه، واتنفذت بشكل تحفه عجبني جدا. مشكلتي بس ان الساعه الاولانيه اللي كان بيبني فيها بالرغم ان هي معموله حلو، بس انا حسيت فيها بشويه ملل بصراحه، وكنت خارج نطاق الاحداث شويه يعني. انا خلصت كلامي عن سينرز وهننقل دلوقتي عن اف 1 ونتكلم عنه حبه عشان انا بحب الفيلم ده. انا النهارده لو ملت للفيلم ده فهيبقى بسبب واحد بس، ان انا دخلته في السينما وعشت واحده من احلى تجارب السينما في حياتي اذا لم تكن الاحلى. الفيلم بيتكلم عن سوني هايز لاعب السباقات المعتزل بسبب حادثه كانت كفيله ان هي تنهي حياته مش بس كاريره، بس بيرجع من الاعتزال عشان صديق قديم ليه، وبيشارك في سباقات الفورمولا 1. تصميم السباقات وتصويرها واخراجها حاجه 10 على 10، وكان للمخرج جوزيف كوزينسكي. وبجد انت اسمك مستفز قوي يا استاذ جوزيف، بس هو مخرج النوعيه دي حاليا في العالم كله يعني النوعيه اللي فيها حاجات بقى عربيات او طيارات او كده، مفيش حد بيعملها في العالم كله احسن من المخرج ده. شفناه في فيلم توب جان مافريك مع توم كروز، واللي كانت طياراته في الجو كان حاجه مبهره جدا. وشفناه السنه دي في فيلم اف 1 اللي احنا بنتكلم عنه، وهو عامل شغل بصري مبهر وشغل اخراجي تحفه. والفيلم كان بطوله الخال نجم المفضل براد بيت. مشاهد درامية تقيلة وصعبة موجود يا باشا، مشاهد فيها شوية كوميديا محتاجة حد كاريزماتيك قشطة عادي يعني. الراجل ما توصاش، الراجل عمل كل حاجة في الفيلم. الفيلم ساعتين ونص تقريبا، مدة مش قصيرة خالص، بس انا ما حسيتش بالوقت في السينما خالص يعني. انا لما جه البريك اتفاجئت ان الوقت عدى بسرعة كده. الفيلم رتمه سريع ومشدود، هيخليك قاعد قدامه من اول مشهد لاخر مشهد، ومركز معاه جدا ومسترخي فشخ واعصابك مشدودة. والفيلم فيه سباقات بجد كاتمة للانفاس، انت نفسك هيفضل مكتوم كده متوتر لحد ما السباق يخلص. هتبدا تفتكر انك بتتنفس يعني، تفتكر انك ممكن تاخد نفس دلوقتي. ومزيكه الفيلم ده يا جدعان عظيمه بشكل، وطبعا عشان هي لواحد من احسن الناس اللي بتعمل موسيقى تصويريه للافلام، هانز زيمر لو انت مش عارفه فهو عمل موسيقى فيلم انترستيلر. والفيلمين طبعا المزيكا بتاعتهم فشيخه. اف 1 انا المزيكا بتاعته والساوند تراك بتاعه لسه معلق في دماغي، بجد مبهر. حاسس إن انا اتكلمت عنه كتير وبينت ان انا بحبه قوي، بس الفيلم جامد قوي يا جدعان يعني. دي السينما، انا بحب السينما دي. وصلنا للحظه المهمه ولحظه مين اللي يكسب. وبصراحه الفيلمين مميزين قوي وكانوا قد التحديات اللي اتحطت قدامهم، بس انا هكسب اف 1. ويا استاذ مايكل بي جوردن لو بتتفرج، فانا بحب اقول لك امشي اسود. اقسم بالله يا جدعان الفيلم ده ابسولوت سينما. عارفين الميم بتاع ابسولوت سينما؟ هو ده. هو ده. لو الفيلم لسه موجود عندك في السينمات دلوقتي انزل خشه، او استناه لما ينزل على النت، بس ما تفوتش الفيلم ده عشان هو احلى فيلم نزل السنه دي لحد دلوقتي يعني. احنا لسه في شهر 7. لو وصلت لهنا فانا بجد بحبك، اعمل لي سبسكرايب وخليك جدع، واكتب لي افلام عايز نتكلم عنها في الكومنتات. وبس كده انا خلصت اللي عندي.